مهارات التواصل هي اللي بتتيح لي بعد كده فكرة ان الشخص ده يبقى عنده المقدرة على انه يقدر يتعلم، عنده المقدرة على انه يقدر يسمع من غيره، عنده المقدرة على انه يقدر يتعلم من حد حتى لو الحد ده ممكن يكون اصغر منه في السن بس عنده خبرة اكبر. فلازم نبقى حاطين في دماغنا في اي حاجة بنبدأ نشتغل عليها في المجالات الخاصة بالتدريب او في المجالات الخاصة بالتطوير المهني ان مهارة التواصل هي اول مهارة لازم احطها في دماغي، هي اول مهارة لازم اشتغل عليها، ما ينفعش ان انا اتغافل عنها. ظبطت مهارة التواصل وخلقت قنوات تواصل محترمة وقوية وواضحة وصريحة، هتبدأ تلاقي كل حاجة بعد كده بقت سهلة جدا. أي حاجة، أي مهارة تانية تشتغل عليها. حتى فيما يخص الشباب الخريجين الجداد، لما بنيجي نتكلم معاهم بنقول له أنت أول حاجة لازم تبقى عندك عشان تقدر إن أنت تطور من نفسك هي مهارة التواصل. مهارة التواصل دي هتخليك تعرف لما تيجي تسأل حد عن حاجة تحط السؤال الصح بحيث ان انت تحصل على الاجابه اللي فعلا انت عايزها. لكن اللي انت ما عندكش مهارات تواصل كويسه مش هتقدر تسال السؤال الصح، مش هتقدر توصل المعلومه اللي عندك، الرساله ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتكلمه هتبقى فيها نوع من انواع الغموض وعدم الوضوح. كل الكلام ده في الاخر مش هيوديك للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. فبعد اذن حضراتكم لما نقول لكم ان فكره مهارات التواصل ما بين التيم اللي موجود عندك في الشركه ممكن تكون هي اهم الحاجات اللي عامله لك مشاكل، لازم تقتنع ان احنا اللي بكلمك فيه ده هو جزء مهم جدا جوه شركتك.